عاملين ايه؟ وحشتوني كتير دي كده. بقالي يومين ما بنزلش حاجة. مش عارفة، انا حاسة ان حوار المواضيع الجد دي برضو قوي يعني. بتاخد اعداد وبتاخد وقت يعني الواحد عايز ايه شوية يخرج بقى من مود بقى المواضيع المهمة والحاجات دي. الموضوع النهاردة بالنسبة لي بدأ بان انا رحت عشان يعني السوبر ماركت اشتري شوية حاجات عادي يعني. فبقول للراجل عايزه كيس شيبسي، فقال لي الأطعمة عندك يا فندم. فببص لقيت حاجات جديدة وغريبة. اللي انا اعرفه الشيبسي بالجبنة بالملح بالطماطم بالشطة والليمون. لقيت بقى في حاجات وتطرقوا لمواضيع وحاجات مهمة جدا وأطعمة مختلفة بقى. ما كنتش باخد بالي قوي من الاعلانات بتاعه الشيبسي وكده، بس لما وقفت قدام العلبة بتاعه الشيبسي فهمت على طول. تعالوا بينا نبدأ. أنا النهاردة صارفة ومكلفة. يعني النهاردة عملت ميكس كده غريب وجديد. تعالوا بينا نشوف ونبدأ مع أول طعم اللي أنا مش مستوعبة ممكن يبقى طعمه إيه يعني. بس هو أستاذ تامر حسني قال ندوق، فأنا همشي ورا أستاذ تامر حسني وهدوق. تعالوا بينا نشوف أول طعم معانا إيه. شيبسي بالليمون المعصفر. يعني ايه شيبسي بالليمون المعصفر دي؟ انا مش عارفه يعني. يعني اللي اخترعه ده يعني كان نفسي في الليمون المعصفر ما لقاش فاخترع الطعم، فانا مش عارفه. تعالوا بينا نشوف طعمه ايه. ويا رب يبقى كويس عشان هيبقى موضوع صعب جدا. الواحد صارف ومكلف يعني فاهمني. بسم الله الرحمن الرحيم. شيبسي. هو ليمون بس ايه، قالب على حمضان شويه. ليمون المعصفر. شكرا. ماله الليمون اثر معانا في ايه؟ الكيلو ب10 جنيه وزي الفل. لا، ما عنديش استعداد اجربه تاني. تعال نشوف اللي بعده. شيبسي بسلطة الحيتي. يعني انا مش عارفة هي الأطعمة دي انتوا بتجيبوها منين او بتفكروا فيها ازاي، انا مش عارفة الصراحة. مش عارفة. بس هو استاذ تامر حسني برضو يعني طلع قال لنا عليه فهندوقه. بسم الله. انتوا طبعا ده ايه هتسمعوا دلوقتي؟ فنستحمل الفيديو يعني استحملوه زي ما انا مستحمله. انا صارفة ومكلفة. ده طعمه شبت بس. يعني هما تقريبا نسيوا يحطوا كل حاجة السلطة وحطوا شبت. يعني ده المفروض تبقى بطاطس بطعم الشبت. اللي بيحب الشبت هيحبه. شكرا فنان تامر حسني، شكرا شكرا. طيب الطعم التالت بقى، يلا بقى ما هي هاست. بالتومية. انا اللي عاجبني في شركة شيبسي ان هو بيقول لك جربوا مع السندوتشات، لا واثقين من نفسهم يعني الثقة واكلاهم قوي. فتعالوا نشوف التومية. احيي يا جدعان. لا 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 لا. تجربة لا تستحق اي حاجة في اي حاجة. ايه ده؟ ايه ده يا شركة شيبسي؟ انتوا عندكم حد بيدوق الحاجات دي قبل ما بتعملوها ولا ما عندكوش حتة ها ايه؟ بالنسبة بقى للفنان تامر حسني، ايه يا فنان؟ انت دقت الحاجات دي الاول؟ دقتها؟ شميتها طيب؟ ايه؟
ده الاتنين اللي فاتوا اهون والله العظيم، على الاقل يعني ها. ايه ده؟ ده ملوش دعوه، ايه ده يا جدعان؟ ايه ده؟ لا لا لا. ما يا فلوس، يا فلوسي. تعالوا بقى نخرج بقى من شيبسي ونروح لتايجر. إيه، بيستهبلوا هما كمان ومطلعين لنا ميكسات غريبه. تعالوا نشوف. تعالوا عسل. تايجر جبنه اسطنبولي. تعالوا نشوف الجبنه الاسطنبولي. هو صراحه قالب على جبنه اسطنبولي يعني. جبنه اسطنبولي بالفلفل الاخضر، عارفين الميكس ده؟ فلا، يعني يستاهل التجربه. تعالوا بينا نروح للي بعده. ده سموكي تشيز. تعالوا نشوف ايه هذا الاختراع. بسم الله. بصوا هو طعمه حلو، طعمه قالب على الحاجات اللي هي المدخنه دي. عارفين اللي هو الروم المدخن، اللانشون المدخن. لا، تايجر الصراحه بسم الله ما شاء الله معدي حلال في الفلوس. حسبي الله ونعم الوكيل في شيبسي. لا حلال في الفلوس. تعال بقى بينا نشوف تالت حاجه معانا. تعال ميكس تشيز. تعالوا بقى نشوف تايجر عملت لنا ايه. لا شغال، طعمه جبن مختلطه كده ببعض، لطيف كده. تايجر الصراحه الأطعمة اللي هو عاملها لطيفة جدا. في كمان بحبه قوي اللي هو الفلفل الحلو بتاع تايجر، تحفة. فأنا لحد دلوقتي بالنسبة لي تايجر أطعمة بتاعته تحفة. شيبسي ربنا يسامحهم، ربنا يسامحهم. حبيت بقى أشرب عصير، فروحت العصير بالنسبة لي عصير مانجا يا جوافة يا تفاح. فلقيت العنب الأحمر، فأنا هروح أشوف طعم العنب الأحمر ده عامل إزاي ونجرب مع بعض ونشوف. تعالوا بينا. ده العنب الأحمر. مش عارفة ليه أي حاجة خاصة بالعنب في المشروبات بحس دايما إن هي قلبة على دواء كحة. فهنشوف يعني، يا رب يعني خيب ظني. فلوس فلوسي. لا والله عنب. هي دخلته حلوة بس خرجته لا. هو عصير المانجا، عصير الجوافة، عصير التفاح. يعني ما تحاولوش يعني ان انتوا تجربوا حاجة تاني بجد. هو دخلته حلوة، مش يعني هو مش وحش دخلته، بس هي خرجته اللي مش لطيفة. في طعم كده في الاخر لا ما عجبنيش. تعالوا بقى نشوف الدهية السوداء، التين الشوكي. انا مش عارفه دخلوه في المحشي، دخلوه في العصير، دخلوه يعني فيروز. لقيت الناس مهتمه قوي بموضوع التين الشوكي فقلت لك هعمل بقى تين شوكي. تعالوا نشوف التين الشوكي ده ايه نظامه ولا ايه دنيته. استنوا، دي الازازه اهي. تعالوا هنسمع ربنا يستر ما تفرقعش ويبقى ليلتنا بيضه. ايه السجاده؟ شايفين الحركه دي؟ مش عند اي حد. بسم الله.
هو كتجربة مش وحشة، بس انا مش عارفة، حاسة ان هو قالب على خوخ شوية، مش تين شوكي خالص يعني. يعني انا حاسة ان هو كده في من الخوخ بتاع، بس هو عموما تجربة يعني لطيفة. يعني انا كنت فاكرة ان هو هيبقى طعمه رخم او كده، لا، تجربة لطيفة بالنسبة لي. ف ميكسات وحاجات غريبة، وكل يوم والتاني بقى يطلعوا لنا بحاجة جديدة. انا بس عايزة اقول للنجوم اللي بيطلعوا يعملوا لنا الاعلانات، دوقوا الحاجة قبل ما تاكلوها يا جدعان. يعني لما تطلع تعمل اعلان عن منتج دوقوا الاول. يعني كل واحد ودي رأيه، كل واحد ليه حاجات هو بيحبها، يعني ممكن تعجبني ما تعجبش غيري، يعني كل واحد ليه رأيه. بس دوقوا الحاجة. انا مش هقدر اقول اكتر من كده يا جماعة. شيبسي الثلاث اطعمة بتاعتها، اطعمة ايه، شيبسي الثلاث حاجات بتوعها مش لطاف خالص، لكن تايجر الصراحة لا يعلى عليه. يعني انا بالنسبة لي عجبني تايجر، انا اجيب تايجر وواثقة جدا في طعم تايجر، لان دي مش اول نوع انا دقته. ف عايزين تجربوا جربوا. يعني هو يا جماعة الشيبسي يا ملح يا طماطم يا شطة وليمون يا جبنة، اي حاجة تاني يعني اكيد هيبقى فيها اقاويل. بالنسبة بقى للعصاير، انا بالنسبة لي هو عصير المانجا يا الجوافة يا شكرا. حلقة النهاردة يا رب تكون لطيفة وخفيفة، وانا صارفة ومكلفة، يعني انا دافعة من كتير قوي يعني. ان شاء الله الحلقات الجايه احاول اخليها لطيفه كده، عبال بقى ما نرجع لمود الجد ده تاني. هناخد لنا شويه كده. فانتوا اقترحوا عليا انتوا ممكن تكونوا عايزين ايه، يعني انا برضو مش عايزه امشي في حوار الجد، مش باين عليا الجد قوي ده يعني، شويه من ده وشويه من ده. فاستنوني ان شاء الله في حلقه جديده ومن يوميات نغومه، واوعوا تروحوا في حته، استنوني.